لو فاكر ان العبقريه موهبه مش بتتعلم، فالقصه دي هتزعلك شويه. في واحد اسمه لازلو بولغار. لازلو بولغار كان له نظريه مجنونه شويه، وكان بيقول ان العباقره بيتصنعوا مش بيتولدوا، وعشان كده كان عايز يعمل تجربه مجنونه، وقعد يدور على واحده تشاركه التجربه دي وتؤمن بنفس النظريه عشان يعملوا التجربه على عيالهم. انت متخيل؟ لازلو بولغار خلف 3 بنات، وقرر يعمل النظريه بتاعته عليهم بان هو يطلعهم عباقره. اختار مجال واحد وهو الشطرنج. ليه الشطرنج؟ لانه ما كانش عايز كلام نظري ولا رأي مدرب ولا حد يطلع يقول دي بالصدفة. لا، الشطرنج لعبة عالمية قابلة للقياس، يعني في بطولات وفي اشخاص معروفين وفي رانكس لكل شخص بيلعب شطرنج. وبكده لو التجربة نجحت هيقدر يثبت للعالم كله انها ما جاتش بالصدفة. وبدأ مع بناته ال3 من سن صغير جدا، تعليم منزلي، تدريب يومي، وبطولات واحتكاك مع ابطال العالم في الشطرنج. لازلو ركز ان مفيش ضرب، مفيش ضغط، مفيش انت لازم تطلعي الاولى، لا، تشجيع واستمرار. لازلو خلف سوزان، صوفيا، وجوديت. سوزان كانت بطلة العالم في الشطرنج. صوفيا قدرت تتغلب على اقوى اللاعبين في الشطرنج على مستوى العالم. جوديت ودي بقى القنبله. ولو انت ما تعرفش، فلعبه الشطرنج في الوقت ده كانت بتتلعب الرجاله لوحدهم والستات لوحدهم. جوديت قدرت ان هي تبقى من اقوى 10 لاعبين شطرنج على مستوى العالم كله، سواء رجاله او ستات، ودي ما حصلتش في التاريخ. والخلاصه ان لازلو كان عايز يقول جمله واحده، ان الطفل مش موهوب، ودي اسهل شماعه نعلق عليها فشلنا. والحقيقه ان البيئه والتدريب والاستمراريه بيساوي عبقريه. الطفل مش محتاج يتولد عبقري خالص، لا، الطفل محتاج حد يؤمن بيه ويتعامل معاه صح. انا قصي شتاين، تابعني لو عايز تربي عبقري.